أعزائي المتابعين، جايبه لكم فيلم قديم من 72 سنة. الفيلم فكرته جديدة، يعني خيال علمي، والفيلم اتصور جزء منه في باريس، الجزء اللي بيحتوي على الخدع والحيل. هو فيلم نادر اسمه من أين لك هذا، بطولة محمد فوزي ومديحة يسري وإسماعيل ياسين. طبعا من إسماعيل ياسين بنعرف إن هو برضو فيه جزء كوميدي يعني. قصة الفيلم بتحكي عن وحيد طالب في كلية الطب، بيشتغل مساعد للدكتور أحمد شوكت اللي بيخترع دواء للاختفاء، يعني اللي يشرب الدواء يختفي لمدة معينة، 3 أيام، أسبوع، يعني حسب الجرعة اللي بياخدها. وبيقوم بعمل تجارب الدكتور أحمد وبيساعده وحيد طبعا، فبيعملوا تجربة على سمكة الزينة اللي عندهم، ولما فعلا بتختفي بيفكروا يعملوا برضو على حاجة تانية، بيطلبوا من زغلول اللي هو شغال عندهم يجيب لهم كلب من الشارع عشان يعملوا التجربة عليه. بينزل زغلول، بدل ما بيجيب لهم كلب من الشارع بيلاقي كلب لولو، فبيسرقوا من صاحبه بيعملوا عليه التجربة، وفعلا الكلب بيختفي. لكن طبعا بتواجههم مشكلة ان الكلب ده يعني اصحابه ناس اغنياء، باشا وحازم باشا ده صاحب يعني ايه الكلب، وان الراجل اللي هو زكي اللي كان مسؤول عن الكلب اللي كان بيفسحه بيعرف مكانهم وبيروح لهم، وبيفتكر ان وحيد ده هو الدكتور احمد، وبيطلب منه الكلب، وبيجيب كمان معاه شرطي عشان يسترد الكلب بتاعه. لكن الشرطي ما بيروح معاه مش بيلاقوا الكلب، وبيتهموا طبعا زكي بالجنون، ان مش معقول دكتور هيسرق كلب يعني، والشرطي بيمشي ومش بيصدقه. بعد كده بيروح زكي عند الباشا وبنته، بيبلغهم ان الدكتور احمد سرق الكلب، وطبعا الباشا مش بيصدقه برضو، وبيقول له مش معقول يعني ان دكتور هيسرق كلب ويموته، وبيقول له احسن ان الكلب خلاص اختفى ومش عايزه يعني معاه. لكن سلوى اللي هي اصلا اللي بتربي الكلب تحزن جدا على الكلب بتاعها. بعد كده بنشوف مشهد ان وحيد بيطلب من الدكتور احمد انه يرجع الكلب من حالة الاختفاء دي عشان يرجعه لاصحابه، وان زكي ده ما يتأذيش. فعلا الدكتور بيرجع الكلب وبياخده وحيد وبيروح الفيلا، وبتفرح سلوى جدا اول ما بتشوف الكلب بتاعها رجع، وبتشكر وحيد وبيحصل بينهم اعجاب متبادل. بتعزمه انه يقعد شوية وبتعزمه على فنجان قهوة، لكن بيجي والدها فجأة، فبيتفاجئ بوجود شخص غريب، فبيضطر وحيد ينتحل شخصية دكتور أحمد، لأن سلوى بتمثل إنها تعبانة وبتقوله إن هي طلبت الدكتور عشان يشوف قلبها لأن قلبها تعبان. فطبعا وحيد بيعمل نفسه إن هو الدكتور أحمد، وبيقوله إنه جاي يعالج بنته، بيقوله إن هي عندها انهيار عصبي، وبينصحه إنها تخرج كل يوم عشان ترفه عن نفسها، وطبعا ده عشان يقابلها كل يوم. وفعلا بيتقابلوا وبتنشأ بينهم قصة حب. بعد كده بنشوف مشهد لزكي اللي هو المسؤول بتاع الكلب ده بيتكلم في التليفون مع طاهر، وطاهر ده بيكون عنده مكتب استيراد وتصدير عشان يعملوا ستار لأعماله المشبوهة من قمار ومخدرات وحاجات ضد القانون يعني. فبنشوف ان زكي بيبلغه تحركات سلوى، وبيقوله ان هي مع وحيد، وبيقوله ان يلحق يتقدم لها عشان 120,000 جنيه بتوعها ما يطيروش منه. وطبعا بنشوف طاهر وهو بيديله فلوس، وبيقوله دايما راقبهم وقولي اخبارهم. بعد كده بيروح طاهر فعلا الفيلا للباشا، وبيمثل ان هو بقى انسان متدين ومكسوف ومستقيم وكده يعني، وبيطلب وان هو بيصلي الصلاة في ميعادها وبينام بعد العشاء عشان يقنع الباشا ان هو انسان يعني محترم. فبيطلب ايد سلوى من الباشا وبترفض، وبيدخل الباشا يقول لسلوى فبترفض وبتقوله لا انا مش بستلطفه يعني. فبيقول لها لازم تفكري في الموضوع لانه انسان كويس. بتقوله طيب لما ارجع من المشوار، لان الدكتور قال لي ان انا لازم اروح النهاردة اخرج في الجنينة وكده. وهي خارجة بتلاقي طاهر، فطاهر بيكون سمعها وهي بتقول والدها ان هي مش موافقة عنه، فبيضطر طبعا يكشف لابوها ان الدكتور ده مش دكتور احمد، ده طالب واسمه وحيد، وانه بينصب عليهم. فسلوى طبعا بتدافع عن وحيد وبتقول لوالدها
انه حصل سوء تفاهم، وان وحيد فهمها الحقيقة امبارح، بتقول لطاهر في وشه انها بترفض الجواز منه. فبيغضب ابوها، بيقول لها انها تتجوز طاهر غصب عنها لانه انسان محترم ومتدين، اما وحيد ده نصاب ومحتال، وبيرفض انها تخرج، وبيقول لها ترجع اوضتها. بنشوف مشهد للدكتور وهو عامل تركيبة من الدواء تصلح للإنسان وبيبقى عايز يجربها. فبيقنع زغلول انه يشربها عشان يراقبوا تطورات الدواء على زغلول يعني، ونشوفوا ايه اللي هيحصل له بعد ما يشرب الدواء. بيخاف زغلول، لكن بيقولوا له انه هيقدم خدمة كبيرة للعلم والبشرية كلها، وان اسمه هيخلد في تاريخ العلم. فبيوافق زغلول وبيشرب الدواء، لكن مش بيختفي. بيحصل له ايه زغلول؟ بيتحول لقرد. بيكتشف الدكتور ان التركيبة كانت ناقصة حاجة. بيعيط زغلول لما بيشوف نفسه كده، وبيقول انه مواعد مستكال اللي هي الشغالة بتاعت سلوى، وانه لازم يقابلها في الجنينة زي ما وعدها. وبيروح يقابلها وهو قرد. بتخاف مستكة وبتفتكره ان هو قرد، ما بتعرفش ان هو زغلول. بتبلغ ان في قرد هرب من القفص، فالحارس طبعا بياخده ويحطه في القفص. بيروح وحيد عشان ينقذه، بيرجعه البيت وبيعملوا له تركيبة تانية عشان ترجعه انسان تاني. بيتصل وحيد بالباشا عشان يوضح له الموقف، لكن الباشا بيشتمه وبيهدده انه لو اتصل او اتواصل مع بنته هيحبسه. فبيقرر وحيد برضو انه يروح لسلوى، بيغني لها تحت الشباك. فبيروح زكي للباشا يصحيه من النوم ويبلغه ان وحيد تحت. فالباشا بيتصل بالشرطة وبتيجي تاخد وحيد، لكن وحيد بيشاور لهم على زكي اللي بيكون في الجنينة. وطبعا الشرطي لانه عارف زكي ان هو عمل معاه موقف قبل كده، فبيقول ده المجنون، بياخدوا زكي الشرطة. بيقرأ وحيد خبر في الجريدة ان اليوم سيتم عقد قران سلوى على طاهر السري المعروف. فبيزعل وحيد وبيفكر يعمل ايه. فبيلاقي الدكتور جاي يقول له ان خلاص اتوصل للتركيبة اللي هتخلي الانسان يختفي. بيطلب وحيد من الدكتور انه يشرب الدواء عشان يروح لحبيبته من غير ما حد يشوفه. وفعلا وحيد بيشرب الدواء وبيختفي. وبيفرح الدكتور احمد بنجاح التجربة، وبيفرح احمد لانه بقى قوي بيقدر يحرك اي حاجة من غير ما حد يشوفه. وبيروح الفرح يبوظه ويضرب الناس من غير ما يشوفوه. بيضرب على البيانو والآلات عشان يبوظ الموسيقى، وبيضايق المعازيم ويدلق عليهم الشربات. وفعلا الفرح باظ. حتى لما بيجي طاهر يكتب العقد القران يعني بيوقع الحبر وبيبوظ، وفعلا الفرح بيبوظ ومش بيتجوز طاهر سلوى. وبيروح لسلوى اوضتها وبيعرفها الحكاية وانه اضطر يعمل كده من كتر حبه ليها. فبيسمعها ابوها هي بتتكلم، لكن بيدخل مش بيلاقي حد معاها. فبيسألها بتكلم مين، بتقوله لان اعصابها تعبانة، فهي بتكلم الحيطة والكراسي. بيخاف عليها ابوها، وبتقرر سلوى تتمادى في التمثيلية دي وتوري لابوها ان هي مجنونة. وطبعا ابوها لما بيلاقي كده بيضطر يجوزها لوحيد عشان تخف وعقلها يرجع لها. لكن طاهر مش بيسكت، بيجيب دكتور نفسي بيقنع الباشا ان سلوى بتمثل عليه وان عقلها سليم، وان هي بتعمل كل ده عشان تتجوز وحيد. فبيرجع الباشا في كلامه، بيقول لوحيد انها مش هتتجوزه الا لو حقق لها يعني المكان اللي هي تستحقها. فهو المفروض يديها مهر 2000 جنيه ويكون عنده رصيد في البنك 10,000. بيحتار وحيد يجيب الفلوس دي ازاي، لكن زغلول بيقترح عليه فكرة. بيقوله اما بيروحوا كازينو ليلي يعني زي الكباريه يعني، بيقترح زغلول عليه ان هما يلعبوا قمار. فطبعا واحد بيقوله لا دول نصابين. بيقوله انت تشرب الدواء وتختفي وتخليني اكسب الكرة، تحطها في الروليت، تحطها في الرقم اللي انا هختاره. بيختار رقم 5، وفعلا واحد بيشرب الدواء وبيخليه يكسب كل الفلوس اللي في الكازينو. وبيطلعوا طبعا بالفلوس، لكن الجارد مش بيسيبوهم، بيطلعوا ورا زغلول عشان يضربوه ياخدوا منه الفلوس. لكن لانهم مش شايفين وحيد بيقدر طبعا ياخد منهم الفلوس ويضربهم ويجروا ويهربوا بالفلوس. بيروح وحيد للباشا وبيديله الفلوس وبيقوله ان هو مستعد يتجوز بقى سلوى. لكن بيكون طاهر طبعا راح له جاب البوليس وبيحطوا له مخدرات في العربية بتاعته، وبيقولوا للبوليس ان وحيد تاجر مخدرات.
فالباشا بيصدق وبيقول لوحيد فعلا انت اكيد يعني بتعمل حاجة غلط، وإلا الفلوس دي جبتها منين. وبيقول له الكلمة اللي هي اسم الفيلم، يعني بيقول له من اين لك هذا. ما بيلاقيش طبعا وحيد رد مقنع، فالبوليس بياخده. لكن سلوى بتقرر تبحث عن الحقيقة وتنقذ وحيد. بس وحيد بيهرب من البوليس وبيروح بسرعة للعيادة بتاعة الدكتور أحمد عشان ياخد جرعة دواء ويختفي من البوليس. وبيطلب من زغلول الدواء. زغلول بيقوله ان الدكتور سافر، لكن هو سايب له ازازتين، ازازة الازهار وازازة الاخفاء. بيشرب طبعا من ازازة الاخفاء، وبعد ما بيشرب منها بيقول له حافظ على ازازة الازهار عشان ما تكسرش، وكده هختفي ومش هقدر اظهر تاني. شوف مشهد بقى لسلوى وهو بيجيلها جواب وبتفتكر انه من وحيد. الجواب بيقول لها انزلي قابليني، فبتنزل وبتركب عربية عشان تقابله، لكن بيتضح ان الجواب ده من طاهر وبيوديها المكتب او اللي هو تابع للمنزل بتاعه، وبيقول لها انه هو اللي خطفها طبعا، فعمل لها فخ يعني. لكن زغلول بيعرف وبيروح لوحيد وبيقول له لازم ينقذ سلوى. فبيضطر وحيد عشان يخلي البوليس يروح مكتب طاهر انه يشرب من ازازة الازهار ويظهر للبوليس ويقول لهم ان هو موجود عشان يجروا وراه يمسكوه. وهو طبعا بيجري على بيركب العربية وبيجري على بيت طاهر، والبوليس بيكون وراه. واول ما بيروحوا هناك بيكتشفوا طبعا البيت والمكتب فيهم مخدرات، فبيعرفوا ان طاهر هو تاجر المخدرات. وطبعا سلوى بتقول ان هو خاطفها، فكده قضيتين. طبعا بياخدوا طاهر وبيروح وحيد لأبوها وبيتجوزها. وأثناء المطاردة دي وأثناء العصابة ما هي بتضرب وحيد وعايزة تموته، بيضطر زغلول يشرب من الدواء اللي هو الإخفاء عشان يختفي ويقدر يساعد وحيد ويقدر يضرب العصابة لأنهم كانوا هيقتلوه. وعشان ينقذ صديقه فبيضطر يشرب من الدواء، بيختفي فعلا وبينقذ صديقه لغاية ما البوليس بيجي. وبعد كده بنشوف وحيد وهو بيتجوز سلوى، لكن ازازة الازهار دواء الازهار بتكون اتكسرت. فبنلاقي زغلول بيفضل طبعا مختفي وبيبقى عايز يتجوز مستكة، فبيقترح عليه وحيد انه يحط شاش على وشه ويلبس بدلة كاملة عشان يظهر، وان هو هيفضل بالوضع ده لغاية ما الدكتور يرجع من السفر ويعمل له تركيبة الإظهار عشان يظهر تاني. وطبعا نهاية الفيلم تكون سعيدة وبيتجوزوا سلوى وحيد. ويا ترى ايه رأيكم؟ تتمنوا العلم يخترع تركيبة زي دي وتحبوا تستعملوها ولا لأ؟ أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.